بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحب أحكي خبرة جميلة مريت بيها. كنت قعدت مرة مع مجموعة من الشباب الحلوين، هم كانوا مقلين شوية في حضور الكنيسة لكن كان لهم روحيات جميلة. فتحنا مزمور من صلاة النوم، المزمور الأول، وقلت لهم عايزين نقرأ جزء منه مع بعض، وكل واحد يقول لي شاف إيه في المزمور وحس بإيه ويشاركني بالخبرة اللي دارت جواه واللي شافه في المزمور. فبدأنا الآية الأولى: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. قلت لهم كفاية الجزء ده يا رب نقدر نخدمه مع بعض، وقولوا لي انتوا شفتوا ايه وحسيتوا فيه. حد منهم شاركني مشاركة جميلة، قال لي احنا مش بنيجي الكنيسة كتير يا ابونا، لكن انا لما بشوف حاجة في التعليق او بوست بتأثر جدا، وانا حاسس ان جاي لربنا من حتة بعيدة. لما قلت من الاعماق لقيت نفسي في حتة تايهة، حتة بعيدة قوي. فانا لامس في المزمور ده توهاني الشخصي، وان انا محتاجه بعمق، عندي احتياج عميق لله. حد تاني شاركني مشاركة جميلة برضه، قال أنا حاسس إن ربنا ده أنا جاي له هبقى بشكل الطبيعي، مش محتاج أتزوق ولا أتجمل ولا أبقى حلو عشان أعجبه. أنا جاي له زي ما أنا وبصرخ له من أعماقي لأن أنا في احتياج. حد تاني شاركني قال أنا حسيت بالاحتياج العميق جدا لله، والصرخة في وجع شديد جاي من جوه، من حتة مش عارف أوصل لها، والحتة دي أنا تايه منها. حد تاني شاركني منهم وقال حسيت ربنا مش بيتصيد لي الأخطاء ولا مترقب ولا قاعد يعد عليا الغلط. لما بتقول له من عندك المغفرة يا رب، من يثبت؟ مين اللي هيقدر يثبت ومين اللي هيقدر يقف قدامك؟ وده ببساطة شديدة اللقاء الشخصي اللي فيه تفاعل. لما أعرف نفسي أنا مين وأنا فين وأروح لربنا أتكلم معاه من الحتة اللي أنا واقف فيها، ربنا بيجي ويلتقي معايا من مكان ما أنا واقف. مش عايزني في أعماق الشيروبيم والسرافيم ولا عايزني في أعماق العرش، لكن هو يقدر يوصل بيا في نهاية العلاقة للحتة دي. لكن هو عايز يبدأ من معايا من مكان ما أنا موجود. أنت فين؟ طب أنت يا أبونا حاسس بيه؟ قلت لهم أنا حاسس إن أنا عندي احتياج عميق، يحتاج إلى صراخ، عندي جوع شديد إلى الله، عندي اشتياق وشهوة، حاسس بالحرمان والجوع وإن أنا مش شبعان بيه لأن قعدتي معاه مش كفاية، ولقائي بيه مش كافي يشبعني، إن أنا محتاج أكتر وما زلت جائع إلى الله جوع شديد. ويكفي إن جوعكم الروحي واشتياقكم الروحي ده مقروء ومسموع وملموس عند الله بعمق وبقوة. أنا بشكر كل حد يعني تفاعل مع ربنا وشاركني مشاركة جميلة بتعلم منها. بشكر ولادي الروحيين اللي بيعلموني أكتر ما بعلمهم، لأن خبرتهم في تعاملهم مع الله بتثريني وبتغنيني، ولقائهم مع الله ببساطة شديدة بيكون لقاء حقيقي ومشبع، وبعتبره علاقة روحية عميقة وصلة عميقة. ربنا يدينا إن احنا نلتقي بيه الالتقاء اللي يشبعنا ويدفينا وينمينا. له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين آمين.